أهلا بيكم في موتور بالعقل. النهاردة هنتكلم عن موتوسيكل مش جديد على السوق، لكنه بيثبت كل يوم إنه لسه الأقوى في فئته. المكنة اللي بقت شبه جزء من الشارع المصري، بجاج بوكسر 150. المكنة اللي بتشوفها في كل حتة، في الشارع، عند شركات الدليفري، مع الصنايعية، وحتى مع الشباب اللي عايزين حاجة يعتمدوا عليها في التنقل اليومي من غير وجع دماغ. بس السؤال هنا، ليه البوكسر ناجح بالشكل ده؟ وإيه اللي بيميزه عن غيره؟ خلينا نفصل واحدة واحدة. الموتور والمواصفات. بجاج بوكسر 150 جاي بمحرك 150 سي سي، 4 نقلات وتبريد بالهواء. الموتور ده بيطلع حوالي 12 حصان عند 7500 لفة، والعزم تقريبا 12 نيوتن متر، وده رقم كويس جدا في الفئة الاقتصادية دي. الفتيس ناعم وسلس ودبرياج خفيف جدا، بتحس ان المكنة مصممة عشان تريحك مش تتعبك. ولو انت شغال ديليفري او بتركبها 6 أو 7 ساعات في اليوم، الموضوع ده بيفرق جدا. السرعة القصوى للمكنة حوالي 110 كيلومتر على الساعة، بس المكنة مش معمولة للسرعة، معمولة إنها تعيش. الاستجابة في النقلات ممتازة، وبتحس بعزم محترم خصوصا في الطلعات أو لما تكون شايل وزن. استهلاك البنزين، ودي نقطة تفوق حقيقية. المكنة دي بتقطع حوالي 45 إلى 55 كيلومتر لكل لتر حسب طريقة السواقة. يعني لو الخزان 11 لتر، ممكن تمشي بيها حوالي 500 كيلومتر قبل ما تفكر تنون تاني، وده بيخليها من أكتر المكن العملية والموفرة في السوق المصري، خصوصا مع ارتفاع البنزين. العفشة والتصميم. العفشة الأمامية تلسكوبية، والخلفية مزدوجة بمرونة كويسة جدا. المكنة ناشفة شوية، بس ده اللي بيخليها مستحمل شوارع مصر ومطباتها اللي ملهاش نهاية. الكرسي طويل ومريح سواء للراكب أو اللي وراه، ومناسب جدا لو بتستخدمها في شغل أو مشاوير طويلة. التصميم بسيط جدا، مش رياضي ولا عصري، بس فيه روح الرجولة والاعتمادية. الأنوار الأمامية قوية، والإضاءة الخلفية واضحة، وكل حاجة فيها معمولة ببساطة علشان الأداء مش الشكليات. الاعتمادية والصيانة. لو سألت أي ميكانيكي موتوسيكلات في مصر هيقولك بوكسر دي ما بتشتكيش، سواء أصلية أو بديلة، وأسعارها رخيصة جدا. يعني لو حصل أي حاجة بصلحها مش هيكلفك كتير، والمكنة هترجع تشتغل زي الأول. وفي ميزة تانية محدش بياخد باله منها، المكنة دي فيها نظام اكسهوستك اللي بيساعد في تحسين عزم الموتور عند السرعات القليلة، وده بيفرق جدا في الشوارع المزدحمة أو الطلعات. المميزات. موتور قوي ومتين جدا بالنسبة لفئته. استهلاك بنزين قليل جدا، اقتصادي لأقصى درجة. اعتمادية وسهولة صيانة وقطع غيار متوفرة. مريحة جدا في القيادة اليومية، مثالية للشغل اليومي أو التوصيل. سعرها مناسب جدا مقابل الأداء والعمر الطويل. مناسبة لكل الأعمار، من الصنايعي لحد الشاب اللي لسه بادئ. العيوب. التصميم مش جذاب، خاصة لو بتحب الشكل الرياضي أو العصري. مفيش فرامل ديسك في الخلف، كلها درام. في السرعات العالية بيظهر شوية اهتزاز بسيط في المقود. الإطارات رفيعة نسبياً، مش مثالية لو بتسافر بيها كتير. مفيش مؤشرات رقمية أو عدادات حديثة. بس خليني أقولك حاجة، الناس اللي بتشتري البوكسر مش بتدور على الشكل أو التكنولوجيا، هم بيدوروا على مكنة تعيش وتشتغل كل يوم من غير صداع، وده بالضبط اللي بتقدمه باجاج في المكنة دي. رأيي بصراحة، بجاج بوكسر مش مجرد موتوسيكل، هو أداة شغل، وسيلة أمان، وشريك يومي لأي حد بيعتمد على المكنة في شغله أو تنقله. مش هتبهرك بسرعتها، بس هتبهرك بقد إيه بتستحمل. مش هتخطف العين في الشارع، بس هتخليك دايما واصل في أي ظرف. لو انت بتدور على مكنة اقتصادية قوية وتعيش معاك سنين طويلة من غير ما تصرف عليها كتير، يبقى بجاج بوكسر 150 لازم تكون أول اختيارك. لو عجبك الفيديو ما تنساش تدوس لايك واشترك في القناة عشان توصلك أحدث المراجعات أول بأول، واكتبي في الكومنتات مين في رأيك يستحق لقب ملك الشغل في مصر. دوس بنزين دايما. سلام.